ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجلاش كنت عاملاه في الفيديو بتاع الاكل، بس حبيت برضه احط لكم فيديو لوحده دقيقتين 3 كده علشان الفيديوهات الكبيره لو طويله عليكم. اول حاجه انا بعمل خليط التوريق ده اللي بدهن بيه الجلاش، معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، واحط علبه زبادي صغيره او نص كوبايه لبن. يبقى معلقتين سمنه معلقتين زيت وعلبه زبادي او نص كوبايه لبن. وحط معلقه فلفل ومعلقه، مش معلقة فلفل كاملة، حبة فلفل صغيرين وملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. ادهني كده، هاتي الورقة ادهنيها كده بالخليط ده حلو، لان هو مش سمنة بس، ما تخافيش انت ما بتدهنيش سمنة بس وزيت. ادهني كده والورقة اللي فوق ما تدهنهاش، هتشوفي دلوقتي. بصي تجيبي الورقة كده ادهني منها الخليط ده حلو، هي مش باين معاكي وانا بدهنها كويس لان انت فيها لبن وفيها زيت. والورقة التانية بقى حطيها كده، انا كنت بجيب اللي مقطعة يعني بحطها فوق. لقيت اللي بعملها بالطوب بالعرض كانت طويلة، فعملتها بالطول كده زي ما انت شايفه كده. حطي بقى اي حشو، لحمه مفرومه معصجه، فراخ بقى عندك، شاورما، حته باقيه، جبن. انا بحب حشوه الجبن اكتر، بس انا بعمل ده عشان العيال. ادهني الاولانيه بس، واللي فوق ما تدهنهاش، وحط عليها الخلطه اللي انت عاملاها، واخرها كده دهنيها كده علشان تلزق معاك. ورصها كده في الصينيه. الاول تبقى دهن الصينيه معلقه سمنه او معلقه زيت، اهو كده تدهني الورقه الاولانيه. هتحط الخلطه تلف كده، دي كانت قطعت معايا مش مشكله. وبعدين تحطي في الصينيه كده معاكي. بس دي كانت اخر واحده بقى معايا، لقيتها صغيره فعملتها بالعرض كانت مقطوعه. حط الحشو برضو، شوفي ده انا كان نص كيلو لحمه مفرومه، اتبقى منه قد ايه؟ عملنا نص يعتبر، كان اقل من نص كمان، كانت 400 جرام. دي كانت حتت لقيتها صغيره كده، مرضتش ارميها يعني، استحرمتها، لفيت كده وحطيت. وقطعي بقى كده، فاكره الخليط بتاع التوريق اللي احنا كنا عاملينه؟ هتحطوا بقيته بقى على الوش من فوق. تقدري تعملي بالخليط التوريق ده جلاش يطلع زي الفطير معاكي. هاتي جلاش كده وحطيه في صينيه مدوره، ادهني ورقه ورا ورقه ورا ورقه بالخليط ده، وحطها كده في الفرن تطلع معاكي زي الفطيره بالظبط. جربيها بالخليط ده، بتطلع مورقه وتحفه جميله. لو عندك سمسم او حبه البركه حط على وشه، بيطلع زي الفطاير التركيه بالظبط. انا حطيت كده شويه سمسم مش كتير يعني. حط على وشه كده يطلع معاكي احلى جلاش. ناشف من فوق، مقرمش من فوق ومن تحت ومن جوه طري. هنا انا بعيد على التقطيع عشان الخليط ينزل. ها، ايه رايك فيه؟ تحفه. هنا انا كنت بخبط لك عليه من فوق، بوريك القرمشه. وبص من جوه طري ازاي، مورق بقى كانه زي الفطير بالظبط. والحشوه جوه جميله. وسطني الحشوه بتاعتك، ولا تخليها كتير قوي ولا قليله قوي. وسطنيها كده. عصاجي لحمه، عصاجي اي حاجه، جبن، اي حاجه جميله معاك. انت هتحسي اساسا انت بتاكلي فطير محشي. جربيها في واحده مدوره واحشيها، او لو مش عايز تحشيها، عايزه تخليها مسكره ساده، حوادق، لحمه، في بتاع ده، فراخ، اي حاجه من دي جبن. جربها تعجبك خليط التوريق ده، بدل اللبن والبيضه اللي في الاخر جربي الخليط ده. بألف هنا وشفا على قلبك يا رب. لو مش مشتركه معايا في القناه اشتركي وفعلي الجرس واعملي لايك. جربيها وقولي لي ايه رايك فيها. بس ما تحطيش البيض واللبن في الاخر، حط الخليط اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو. النهارده كان الجمعه، يوم بسيط كده، قلنا نعمل حاجه مختلفه. ألف هنا وشفا، تصبحوا على ألف خير.